انتصار جديد لبرشلونة. اكو قانون يقول اذا برشلونة صعد وركب الدوري بعد صعب ينزل من عنده. المباراة صار بها حالة طرد، انا اشوف حالة الطرد جدا صحيحة، تدخل من الخلف بالعنف، يعني انتهت الموضوع ما يراد له كافلام. والمباراة اللي اشتكى عليها ريال مدريد على اساس انه تلعب بامريكا، اللعبة باسبانيا او همينة فازوا برشلونة، هذا شيء كلش مهم. خلي ببالك شغلة صديقي، ماكو فريق بالعالم يجيب بطولات اذا ما عنده حارس سوبر وما يعرف يعاني بالدفاع، واليوم برشلونة نجح يسويهن اثنيناتهن. بصراحة برشلونة بدأ باستحواذ كلش عالي، بس بنفس الوقت ما أعرف ليش دفاع برشلونة صاروا ما يعرفون يطلعون من تحت الضغط. تشوف متى ما صار ضغط عليهم عبالك مصيبة، واليوم شفنا أخطاء كلش هواية دفاعية سواء من بالدي من مارتن من لاعبين هواية. لكن السؤال المهم، انت هاي الاخطاء لو كررتها بدوري الابطال راح تلقى نفس النتيجه؟ لا، راح تتعاقب عليها مباشره. اليوم خوان غارسيا طبعا اداءه كان خرافي، اكو مرات حارس مرمى ممكن يسجل لك هدف وهو بالمرمى، وهذا اللي سواه خوان غارسيا اليوم. بقى نقطه كلش مهمه اريد احكي بيها، برشلونه جدا محظوظين بوجود لاعب مثل لامين يامال. الصناعه والمساهمه مو شرط تكون عن طريق الاسيست او تسجيل الاهداف. اليوم لامين يامال كميه الكي باسز اللي لعبها، كميه الكرات المفتاحيه، يعني انت بس تخيلي لو لامين يامال عنده راس حربه مثل هالاند كان الوضع جد تغير، كلش هو يتغير بصراحه. فاني ما اعرف اذا كان عندنا راس حربه سوبر من طينه هالاند كان شنو ممكن يسوي برشلونه. بالاخير انتصار جدا مهم، تقفل السنه وانت عندك 4 نقاط فرق، هذا شيء كلش ايجابي. وخلينا نشوف النصف الثاني من الموسم شنو اللي ضامننا.